السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد راح ندير لكم قلب اللوز. كانوا بزاف من الاخوات طلبوه مني. اليوم راح نعطيه لكم بطريقه مبسطه وبمقادير مضبوطه باش هكا الكل راح ينجح فيهم. نبداو على بركه الله في المقادير. راح نحتاج سميد هذا النوعيه، انا حنعطيكم حتى يعني لا مارك باش تقدروا تشروه. سيم متوسط هذا راح ينجح به يعني 100%. راح نحتاج السكر، البن ولا الحليب، تقدري تستبدليه بالحليب او الياغورت ناتور، المزهر، شويه تاع خميره الحلوى على راس المغرف، والزيت. اول شيء راح نبداو بالشربات، هي اول حاجه راح نطيبوها. اذا راح نقيس انا بهذا الكاس. هذا الكاس راح يرفد 250 مليلتر. هذا الكاس يرفد 250 مليلتر. اذا راح نبدا لكم بالشربات. الشربات راح نحتاجو كاس، شوفوا معايا مليح، ندير كاس سكر، راح نزيد له نص كاس تاع السكر. هذه هي الشربات تاعنا، هذا واش تسحق. انا حندير لكم اليوم كميه قليله. اذا كاس ونص تاع السكر، راح ندير له 3 كيسان تاع الماء. راح ندير 3 كيسان تاع الماء. تبعوا معايا مليح، كاس ونص سكر، 3 كيسان تاع الماء، 2. راح نزيد له شويه، 3 كيسان تاع الماء. اذا هذا الخليط راح نحطه فوق النار. سمعوني مليح هكا باش تفهموا. راح نحطه فوق النار يغلي. كي يبدا يغلي نار متوسطه، كي يبدا يغلي احسبوا له 10 دقائق وطفوه، يعني بالضبط 10 دقائق وطفوه. كي طفي زيدي له فنجان صغير هكا تاع قهوه كحله تاع المزهر. اذا كي طفي عليه زيدي له كاس فنجان صغير تاع المزهر وخليه يبرد. اذا الان بعد ما درت الشربات الطيب نطفوا عليها ونخلوها تدفى، يعني نستعملوها ما نستعملوهاش سخونه بزاف، نبداو بها هي الاولى. الان ندوزو للخليط تاع السميد. واش راح نحتاجو؟ نفس الكاس اللي عبرنا به الشربات راح نعبروا به السميد. اذا راح ندير ها هنا فاش نخلطوا 3 كيسان تاع السميد، بهذه الطريقه باش كل الاخوات راح يفهموني. 3 كيسان تاع السميد، هذا واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث. اذا 3 كيسان تاع السميد ها هما. راح نديروا له كاس ونص تاع السكر، كاس ونص تاع السكر بالضبط، كاس ونص تاع السكر. اذا راح نخلطوا هذه المقادير مع بعض. السكر ما قلت لكم راح نعطيكم وصفه سهله ما تعبش، كما عودتكم على وصفاتي السهله والناجحه باذن الله. الكل الاخوات اللي طلبوا مني القلب اللوز راح ينجحوا فيه. وانا دائما نعطيك مقادير قليله هكا باش تجربيه. الا نجح لك ما شاء الله تقدري تعاوديه بكميات كبيره. اذا ها هو هذا راح نحطه على جهه، نخلطه. هنا راني نسيت حاجه، نديروا خميره الحلوى على راس المغرف، ما نكتروش بزاف، على راس المغرف خميره الحلوى. نزيد نخلطها مع السميد والسكر.
الان ندوزو المقادير السائله. نحكم طاس راح ندير فيه اذا نص كاس تاع الزيت، تبعوا معايا مليح. ها هو نص كاس تاع الزيت نديروه هنا. هذا النص تاع الكاس تاع الزيت راح نزيد له ربع كاس تاع مزهر بهذه الطريقه، ربع يعني النص تاع النص، ربع كاس تاع مزهر. راح نزيد لهم نص كاس تاع البن، كما قلت لكم البن او حليب او ياغورت ناتور، لكم الاختيار. نص كاس ها هو. اذا راح نديرهم هنا. اذا هذه المقادير راح نخلطهم مع بعض. ما خلطناهم كامل مع بعض. راح نجيب الخليط تاع السميد والسكر نفرغ عليهم هذا الخليط اللي درتو تاع البن والزيت والمزهر. اذا الان راح نخلطهم بيديا لكن غير بالاصابع، ما نعجنوش، نخلطوا فقط. المهم انه السميد تاعنا راح يشمخ بهذاك البن والمزهر والزيت. اذا نخلطوا بلا ما نعجنوا. ها هو الخليط تاعنا واجد، ها هو، يعني ما تحكيش بزاف، ما تخلطيش بزاف، صايي. ها هو الخليط تاعنا واجد. واش راح ندير؟ راح نحكم ان مول صغير. هذا المول يرفد 25 سنتيم، هذا المول الكبر تاعو 25 على 25 سنتيم. راح نفرغ الخليط تاع القلب اللوز تاعي كما راكم تشوفوا، يجي بهذه الطريقه غير بصبعتينا، ما نعجنوهش قلب اللوز، يعني ما نستعملوش عجين. نديروه سمك واحد بهذه الطريقه. اذا ها هو القلب اللوز تاعنا. راح نغسل يدي. اذا هنايا ها هو راح نسقموه بالمغرف، لكن بالظهر تاع المغرف، ونسقموا له الوجه تاعو باش ما يجيناش حرش من الفوق. نسقموه مليح بلا ما نعبزو، نسقموا الوجه فقط. بهذه الطريقه. اذا هنا نفهمكم حاجه، الا حبيتوا القلب اللوز تاعكم محشي ديروا نصف الكميه، ومن بعد ديروا الكاوكاو مطحون او اللوز كما حبيتوا ديروه، ما ديروا له ولا شيء وحده. ديروا له شويه تاع القرفه ديروه، ودردروا عليه شويه تاع الكاكاو تاع الحلويات دردروا عليه. ومن بعد ديروا الطبقه الثانيه تاع عجين تاع القلب اللوز، وكملوا الطريقه كما درت لكم انا بالمرص على المغرف. اذا راح نحكم الموز نشرطوه بهذه الطريقه، ما نوصلوش حتى لتحت، هكذا فقط، يعني غير من الفوق، يعني نديرو حبيبات بهذه الطريقه. راح نجيب شويه تاع الكاوكاو على حساب الاخت واش عندها. الا حبيت دير اللوز دير حبيبات تاع اللوز، انا حندير كاوكاو. اذا نحشيهم من الفوق
بهذه الطريقه. اذا راح نخليه هذا المول تاعي يريح 20 دقيقه باش نطيبوه، ما ندخلوش للفرن مباشره، راح يرتاح معنا 20 دقيقه. خلوه يريح ومن بعد دخلوه الفوق تاعكم يطيب، يكون سخون. شعلوه غير من التحت، النار ما تكونش قويه بزاف باش يطيب على مهلو. اذا كي تشوفيه حمر لك من الاطراف، راح يحمر من الاطراف، طفيه من التحت وشعليه من الفوق. ثاني النار متوسطه، خلوه حتى يحمر ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو القلب اللوز تاعي طاب والشربه تاعي راهي بارده. راح نبدا نسقيه كما راكم تسمعوا. قلب اللوز راهو سخون والشربات دافيه او تكون بارده، من الاحسن تكون بارده. اذا راح نديرلو الدفعه الاولى تاع الشربات كما راكم تشوفوا راهو يشرب، يعني كي تشوفوه يشرب هذا دليل على انه قلب اللوز تاعكم نجح لكم. والشربات راح نديروها كامله. والوصيه تاعي نوصيها لكم هو انكم كي طيبوا القلب اللوز تاعكم ماذا بكم تحمروه مليح من الفوق، لانه لو ما حمرتوهش مليح كي ديروا له الشربات ما راح يبقى احمر، راح يولي كلاغ مش حيجي الشكل تاعو شباب. شوفوا هاي شربتها الشربات كامله. انا راح نكملها وديروا كامل الكميه تاع الشربات، يعني ما تخلوش منها. كل ما يشرب زيدوا له. ها هو تشوفوا امامكم راه يشرب. راح نديرها كامل كما راكم تشوفوا، يعني فغي كل الكميه تاع الشربات. اذا ها هو القلب اللوز تاعي، راح نخليه يشرب كامل الكميه تاع الشربات ونخلوه يريح على الاقل 6 سوايع باش نقطعوه. انا حنخليه يشرب في غرضو ويرتاح، ومن بعد راح نتلاقاو ونقسموه مع بعض ونشوفوا القلب اللوز تاعنا كيفاش جا. اذا ها هو القلب اللوز تاعنا بعد ما تشرب السيرو تاعو. ثم من الاحسن نخلوه 6 سوايع. انا خليته ساعتين فقط باش نوري لكم فقط كيفاش جانا، لكن نتوما من الاحسن خلوه يتشرب. من الاحسن يعني والله ليله كامله حيخرج هايل. انا مازال ما شربليش مليح، فقط باش نوري لكم. بسم الله. ها هو كما قلت لكم، نتوما خلوه. ها هو القلب اللوز تاعنا. بسم الله. نزيد الحبه الثانيه. شوفوا كيفاش جانا القلب اللوز تاعنا، ولا غير وصفه ناجحه والبنه تاعو رائعه. هنا مازال ما شربليش مليح كما وصيتكم، خلوه يزيد يشرب نتوما ليله كامله او على الاقل 6 سوايع. اذا ها هو القلب اللوز واجد. ها هي الكيفيه تاعنا، حنوريها لكم عن قرب. كما قلت لكم وصفه ناجحه وسهله، مقاديره بسيطه. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو، تشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد. والى اللقاء مع وصفات اخرى، والى الملتقى.